تعتبر قضية الأطفال الأسرى من أهم القضايا الإنسانية والحقوقية لارتباطها بالعمر الغير قانوني لاحتجاز الأطفال من جهة، والصدمة النفسية التي ترافق الأطفال وتؤثر بشكل مباشر على توازنهم النفسي والاجتماعي أثناء وبعد الاعتقال من جهة أخرى. ويعتبر اعتقال الأطفال في فلسطين في تزايد مستمر، وقد أثبتت دراسات وتقارير لمؤسسات تعمل في مجال الأسرة والطفولة أن هناك تداعيات نفسية خطيرة على الأطفال وعائلاتهم ومجتمعهم، وما يرافق الأطفال من صدمات متتالية أثناء وبعد عملية الاعتقال يؤثر بشكل سلبي على حياتهم بعد ذلك، مما يستدعي اهتمامنا كباحثين لتسليط الضوء على أهمية التدخل النفسي مع هؤلاء الأطفال وحمايتهم طبقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي أكدت ذلك. موضوع الاعتقال هو من المواضيع الصعبة المواضيع الواقعية اللي بواجهها كثير من الأطفال، وهذا طبعا ظاهر كثير بنسب الأطفال الموجودة في المعتقلات الصهيونية. كلنا بنعرف إنه التروما والصدمة إلها الأثر المباشر سواء كان الحالي الآني مع هذا الطفل أو مع عائلته أو مع المحيطين عليه. إحنا في السياق الفلسطيني ما بنحكي عن صدمة واحدة، إحنا بنحكي عن عدة صدمات عديدة متكررة هي يومية. يعني حتى كل ما يوجد من مؤشرات في الصدمة النفسية بما هو موجود في التصنيفات الأمريكية أو العالمية، باعتقادي أنه هي لا تنطبق بشكل أو بآخر على الطفل الفلسطيني. هناك نوع فريد ومؤشرات فريدة للطفل الفلسطيني في مدى تأثره. تدل الدراسات في الآونة الأخيرة على أن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لمواقف صادمة مثل اقتحام المنازل، الضرب، الاستجواب، العزل الانفرادي وغيرها، مما أدى إلى ظهور مشاكل نفسية واجتماعية. فهنالك أكثر من 2250 حالة اعتقال بحق الأطفال الفلسطينيين سجلت خلال العام 2015 بحسب تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ولا شك أن العمل مع الأطفال الأسرى من الموضوعات الصعبة والتي تتغير بتغير شدة الصدمة النفسية التي يتعرض لها الطفل، ومدى قدرة الطفل النفسية على مواجهة الصدمة أو تقبلها والتكيف مع الحدث الصادم. وهنالك إجماع من علماء النفس والحقوقيين بأن الإساءة للطفل بالضرب والاحتجاز والتحقيق والتهديد والتخويف يعتبر مخالفاً للمواثيق الدولية، ويسهم بشكل أساسي في تعريض الأطفال للصدمات النفسية. فهذه ديما الواوي أصغر أسيرة في سجون الاحتلال، لم تتجاوز 12 ربيعاً ليتم احتجازها بتلفيق تهمة لها بالطعن. ديما تعرضت للضرب والتكبيل ومكثت في السجن 2.5 شهور، وتم محاكمتها عسكرياً وكأنها شخص بالغ. أنا ماشية واللي هو بيوقفني وكان محمل المسدس، اللي هو بيجي عندي هو حامل المسدس، مددني على الأرض وعصب عيني وكلبشني في البلاستيك، ومسك البلاستيك هي في إشي طالع منه هيك، مسك ودعس على ظهري. فترة المحكمة استمرت 10 أيام تقريبا يوم كانت ديما تنزل محاكم عسكرية. النيابة كانت طالب باستمرار بأقصى العقوبة. أول فترة المحاكمة كان وضعنا صعب جدا، كنا يعني نتكاتل مع حالنا، ما فيش عنا، كل يوم مشاكل، في ضغط نفسي مش طبيعي كان في البيت. حققوا معها حوالي 7 محققين في البداية، وكنا احنا
طبعا تأثرنا كثير عليها لأنها طفلة. يعني إذا طفلتك بتغيب عنك بعيد عنك ساعة في البيت بتقعد تصير تدور عليها. يعني هذا يعني مكانها الطبيعي اللي هو بين ألعابها، بين مقعد الدراسة، بين معلماتها، بين في حضن أهلها، بحاجة لأمها اللي تمشطها كل يوم، ترعاها، تعطيها كاسة الحليب، تعطيها يعني تعطف عليها، مش تكون في سجن. أول زيارة يعني كانت إذا أنا سألتها تجاوب، خايفة كمان لأنه أبوها عرفت إنه وقفوا تسريحه وفيش شغل وكان هيك لي هم. وطبعا هي شاهدت في السجن طبعا المعتقلات، البراءات، الطفلات مصابات. يعني لما تكون المصابات يعني في مأساة لما تشاهد طفلة مصابة، أطفال مصابين، أسرى مصابين، يعني كانت قاسية بشكل عليها يعني الوضع. أحد أهم الأمور التي اتفقنا عليها قبل البدء في البحث هو عدم توجيه الأسئلة لديما، لأنها كما لاحظنا لا تزال في مرحلة الصدمة. وما حدث عندما جلسنا مع العائلة هو أن ديما طلبت عدة مرات أن لا يوجه أحد لها الأسئلة لأنها مرهقة وغير قادرة على الإجابة. هذول هم مش صحافة هذول. يعني الصحافة، يعني إذا الصحافة أنا مش عشان الصحافة، أنا عشان الأسئلة يابا. يعني شو الصحافة بتسأل والناس بيسألوا، يعني نفس الشيء. بتضلك تحكي لي احكي واحكي وأنا بحكي. أنت تحكيش أنا بحكي. بضل تحكي عن الأسرى، الجريحات والتعليم والأكل السيء والبوسطة، وبضل أحكي بترجع تحكي لي احكي. زاقت يما. تقريبا هي كأنها ما بدهاش تتذكر إشي، بدها تنسى الوضع. طبعا أنا بحكي لكم وأنا ما شفت إشي من وضع الأسيرات، مع هيك يعني أنا بتألم من جواي، فما بالك لما هي تكون وفعلا ترجع الذاكرة إلها وتصير تتذكر كيف البنات يفرجوها إيديهم، اللي بتفرجيها رجلها، كيف هي بحكي لك مرة عمرها 45 سنة فاقدة عينها، مكان عينها، كيف الوضع. يعني في كثير يعني مأساة داخل السجن، كلهم مصابات الخمسة. وأعمارهم كان 13 و14 و15 و16. كلهم صغار. كانوا طبعا معظمهم جراح اللي في مرح بكير. هاي العظم متفتت كثير عندها. والمشكلة الثانية إنه لما طخوها 10 رصاصات، لما بفرجوا بعض كمان. بتحكي لي مثل إيدها مثل الأم 44، يعني هيك كان تعبيرها، إنه حتى خياطتهم مش بشكل مرتب على أساس إنه يعمل، لا بدهم يعملوا أذى الجرح وأذى كمان نفسي بشكل الإيد. لاحظنا بأن ديما تعاني من الكثير من أعراض القلق النفسي، ومنها صعوبة في التركيز، خلل في العلاقة الاجتماعية بالمحيطين، صعوبة في الاستغراق بالنوم، الأحلام المزعجة والكوابيس وغيرها. وهي نايمة تتنقص، كانت طبعا تظل تتحرك، تحلم بصوت عالي. مرة طلعنا فيها حتى بالنهار لو نامت كمان نفس الإشي. طلعنا مشوار على رام الله ونامت في الطريق، كانت حاطة رصة على في حضني وكانت تنقز، يعني هيك كثير، يعني مش يعني إيش بسيط، كانت يعني زي الانفعال هيك بشكل كبير. تحلم أشياء، بتحكي بصوت عالي وبتصرخ، بس ما بتحكي شو حلمت. مرة صحت بتصرخ من رجلها، بتتألم من رجلها كثير. وقامت أختها وعملت لها زي مساج على رجلها وقرأت لها قرآن عليها، ورجعت هدت ونامت. تحكي لها أنت صار معك هيك؟ بتقول لا مش متذكرة إنه هذا الإشي صار معي. الطفل اللي كان يظن في يوم من الأيام إنه هذا العالم اللي إحنا بنعيش فيه هو آمن، طبعا مفهوم الأمن راح ينهز بشكل كبير عند هذا الطفل، فبالتالي ما راح يعود عنده شعور بالأمن الحقيقي، وراح يتم في تفكيره إنه كل مرة ممكن يكون معرض للاعتقال. كل الأعراض سواء بتفكيره بجسده وبتفاعله من ناحية حالة الاستيقاظ وحالة التيقظ الكبيرة اللي ممكن إنه يعيشها هذا الطفل، واللي ممكن تظهر من خلال سلوكياته وحركته الزائدة، أو من خلال قلة نومه، أو من خلال إنه سهل إنه يستثار لأتفه الأسباب. كلها علامات بتدللنا بطريقة أو بأخرى إنه هذا الطفل فعلا يتعرض لصدمة. طبعا تختلف شدة الصدمة من طفل لآخر حسب كل الظروف المحيطة بهذا الطفل. أطفال آخرين بكون عندهم فقدان للأمل حتى لو إنهم طلعوا برا هذا الاعتقال، وآثارها ممكن إنها تستمر لفترة طويلة. ممكن نتحدث عن التبول اللا إرادي اللي بيحصل عند كثير من الأطفال، أو الصراخ في الليل، أو النوم المرعب مع الكوابيس. شكت عائلة ديما بأن ابنتها لم تعد مثل السابق،
فهي لم تحصل على علاج نفسي ولا على عملية تأهيل بعد تحررها، والذي كان منذ أسبوعين في 24 من نيسان. أما جميل من مخيم عايدة الذي قضى 5 شهور في سجون الاحتلال، أطلق سراحه منذ عام تقريباً، وحصل على تأهيل نفسي ومجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يكبر ديما ب6 سنوات. كنت يعني في المواجهات، فكنت في حديقة اللاجئين في المخيم، اجوا الجيش يعني على الحديقة، ضربوا أول شيء طخوا علي، فنزلوا من الجيب وتقريبا 5 جنود ومسكوني. أول ما شافوني بسرعة بلشوا يضربوا فيي في جريهم وفي ايديهم وفي كوع البارودة. ضرب الكوع البارودة في راسي وضربوني كثير يعني. قديش كان عمرك؟ 16 سنة. وبعدها حطوني يعني في الجيب واخذوني على معسكر كبة رحيل. كمان ضربوني يعني هناك، و يعني كان يفتش فيها في طريقة همجية، انه يعني تعرية بلش يشلح فيه الاواعي، يعني كان يصرخ واذا ما بتحكي انا بضربك، واذا ما بتحكي انا بطخك، وانا يعني بعطيك لك امك، بعطيك لك ابوك. يعني من هالحكي ترهيب مع خبط على الطاولة، يعني تخويف. أول ما مسكوني طبعا كثير خفت، يعني فكرت من جميع النواحي، من ناحية أهلي، من ناحية أصحابي، من ناحية السجن، كيف بدي أعيش، شو بدي مسوولي، وين بدي أروح. طبعا كل هاي الأسئلة بتدور في راسك من خلال ثواني يعني. طبعا أكيد بدي أشعر بالخوف، يعني بكفي بعدك عن أهلك، يعني بكفي أنت تكون واقف هان في زيارة وبينك وبين أهلك حاجز، يكون بينك وبين أهلك الحاجز، صح إنك زاز بس بشكل عندك كثير أشياء، يعني إنها هي إما جنبك بس مش قادر توصلها إلا على اليمين على التلفون بس تحكي معها هي، يعني مش قادر تسلم عليها، مش قادر تعبطها، مش قادر تبوسها. هاي طبعا بتخلف آثار كثير نفسية. أولها يعني كنت شوي متأثر من السجن، بس بعد ما شفت أنا الحرية وتنفست الحرية خف شوي الآثار، ومساعدة كثير ناس، منها مؤسسات ومنها أصدقاء زي مؤسسة جمعية الشبان المسيحية YMCA. احنا يعني بنشتغل مع الأطفال، طبعا بعد التقييم بنشوف إذا الطفل بحاجة لأنه نتدخل إرشاد فردي عميق، نشتغل مع إرشاد فردي على المستوى النفسي الاجتماعي. وإذا بنشوف إنه من خلال التقييم إنه لا، يعني حجم الأحداث والخبرات اللي مر فيها بتحتاج إنه يكون في مجموعة للأطفال، إحنا بنحول لمجموعة للأطفال. هلا كمان إحنا بنشتغل مش بس مع يعني الطفل المحرر، نشتغل كمان مع أهله، لأن كمان الأهل بيعيشوا هاي الأحداث الصادمة من لحظة اعتقال ابنه، فبالتالي يعني قلقهم على الابن أثناء وجوده في السجن، الخوف، أحيانا مثلا فقدان الرزق لرب الأسرة، لأن أحيانا لما بيتم اعتقال طفل الإسرائيليين بيسحبوا التسريح من والد الأسير كعقاب للأسرة، فبالتالي هون كمان الأسرة هي بتتعرض ل يعني أحداث صادمة نتيجة اعتقال ابنها. فعشان هيك احنا بنشتغل مع الأهل، بنشتغل مع الطفل اللي نساعد الطرفين إن يتكيفوا مع هاي الخبرات اللي الصعبة اللي مروا فيها، ومساعدتهم لدمجهم مرة أخرى في المجتمع. يرى بعض العاملين في مجال التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال الأسرى بأن برامج التأهيل الموجودة والتدخلات المختلفة قد تكون كافية لعلاج الصدمات النفسية، إلا أن هناك آراء أخرى تكاد تجزم أن الصدمات النفسية المتكررة والفريدة التي يختبرها الطفل الفلسطيني خلال وبعد الاعتقال بحاجة لتدخلات مجتمعية وأسرية متنوعة ومستمرة. فبصفي طلع ساعدناه شوي، أعطينا لمحة من المساعدة، وممكن ضل لنا ما ساعدناه وما كملناش معه. طب كيف بدي أكمل حياته؟ وين حياته بدها تصير؟ كيف بدي أوعيه؟ كيف بدي أقويه؟ كيف بدي أخلي هالتجربة تكون تجربة قوية لحياته مش تجربة ضعف؟
ووعي وأدعمه اجتماعيا نفسيا مهنيا. اللي ما عندوش دخل مادي مستحيل يفكر بصحته النفسية، يعني بالعكس أصلا بتدمر صحته النفسية هي وضعه المادي إذا طلع وبده يشتغل وبده يتأهل. فهاي من الشغلات اللي لازم نهتم فيها، وهاي تنقص كتير البرامج اللي عندنا، كله بيشتغل طوارئ، بيشتغل أشياء سريعة وبنترك. ومع اختلاف وجهات النظر حول إمكانية علاج الصدمة النفسية الناتجة عن اعتقال الأطفال، إلا أن بعض العاملين في مجال الصحة النفسية في فلسطين يؤكدون على أن الصدمة قد تحول الطفل إلى إنسان أكثر قوة وصلابة وقدرة على التكيف واكتساب مناعة نفسية. يعني الصدمة النفسية اللي هي طبعا ستأخذ حيزها من الوقت، ستأخذ حيزها من تأثيرها المدمر على الطفل وعلى الشخص وعلى الأسرة، لكن إذا قدر هذا الشخص بمعاونة الآخرين وبالشبكة الاجتماعية الجيدة إنها تصنع من هذا الإنسان إنسان رائع وإنسان متحدي وإنسان قوي جدا يتفهم كل الأمور اللي حاصل أمامه، هو سيكون قادر على إدارة أزماته بنفسه، بمعنى أنه سيكون عنده مناعة بطريقة أو بأخرى.